مرة يا جماعة كنت راكب مواصلة، وانتوا عارفين المواصلات عندنا مش وسيلة انتقال، دي اختبار صبر. أنا طالع من البيت متأخر ومزاجي صفر، وبقول يا رب المشوار يعدي على خير. أول ما ركبت السواق بصلي البصة اللي هي انت هتقعد ولا هتنزل؟ قعدت. خلاص كده دخلت المعركة. المواصلات مشيت والجو هادي، وفجأة السواق وقف العربية نص الشارع وقال الجملة اللي بتقلب الرحلة دراما: حد معاه فكة؟ يا سلام بقى، العربية كلها دخلت في وضع الطيران الصامت. اللي قدامي فجأة نام، اللي ورايا طلع بالموبايل وكأنه بيكلم الأمم المتحدة، واحد فتح الشباك وبص بره كأنه مش من البلد، وأنا الوحيد اللي معايا فكة، وحاسس إن الفكة دي وزنها تقيل قوي في جيبي. السواق كرر السؤال تاني بصوت أعلى: يا جماعة حد معاه فكة؟ والسؤال بقى شخصي شوية. في واحدة قالت أنا لسه راكبة، واحد قال معيش غير ال20، وأنا قاعد عامل نفسي مش سامع، مركز في إعلان قديم ملزوق في العربية من سنة 2003. السواق بص في المراية وقال: يا أستاذ اللي لابس أسود. وطبعا أنا لابس أسود. قلت له نعم. قال معاك فكة؟ قلت له معايا بس مش قوي. طلعتها، العربية كلها بصت لي كأني خربت خطة قومية. السواق خد الفكة وقال لي تسلم يا باشا. قلت له الله يسلمك، وانا قلبي بيوجعني. اللي جنبي قال لي بصوت واطي: كنت استنى شوية. قلت له يا عم ده ناداني بالاسم. العربية كملت المشوار، بس الجو اتغير، مفيش حد بيتكلم. حسيت اني عملت عمل خير بس محدش مبسوط بيه. نزلت من العربية وانا بقول لنفسي انا ساعدت السواق، زعلت الركاب، وخسرت الفكة. ومن اليوم ده أخدت قرار مهم في حياتي: أي مواصلة أركبها الفكة تفضل سر حربي.